يعني كل حد يفتخر اليوم راهي معايا الدكتورة بالصدق على دعوة القادة لهذا الحدث الحساس. صلاة والسلام على أشرف المرسلين. تنظم وكالة قضية الصحة بالتحسيس بأهمية الكشف. الوكالة تنظم اليوم هذه التظاهرة هذا اليوم التحسيسي من أجل أكتوبر الوردي. الهدف منه هو نبين الوكالة السياحية أنها لها طابع اجتماعي كما لها طابع تجاري، والهدف من الوكالة من تطوير السياحة لتوريزم ميديكال، السياحة الطبية والسياحة التضامنية، سي لو توريزم سوليدار اي ريسبونسابل. ان شاء الله هذه اول طبعة راح درناها اليوم ان شاء الله، تزامنت مع الاكتوبر الوردي. ان شاء الله مستقبلا راح تكون رحلات استثنائية للنساء التي شفينا من المرض، مجانية للنساء التي شفينا من اجل توريزم سوليدار، باش ان شاء الله نطوروا هذا النوع من السياحه التضامنيه. العام المقبل ان شاء الله في نفس الشهر اكتوبر الوردي راح تكون رحله للنساء التي شفينا من المرض. سوف أتكلم أساسا في هذه المحاضرة أو ضمن هذه المحاضرة فيما يخص السياحة العلاجية التضامنية ودورها في ترقية صحة المرأة، حيث الكثير من الناس يرى الجانب التجاري للسياحة ولكنه لا يرى الجانب النفسي، إذ تساهم السياحة بشكل كبير في ترقية الصحة النفسية لكل المسافرين، لا سيما مثلا النساء أو النسوة اللائي ربما كان عندهم تشخيص لمرض أو ربما كان عندهم معالجة من مرض سرطان الثدي، حيث يمكن السياحة أن تساهم أساسا في المعالجة النفسية وإعادة التنشئة النفسية بعد ما يكون يعني المعالجة الصحية أو البدنية. كما تساهم السياحة التضامنية والعلاجية في نقل الأطباء إلى مختلف المناطق النائية لإجراء مثلا الفحص المبكر عند النساء التي ليس لديها الإمكانيات مثلا تنتقل إلى مناطق أخرى، وهذا أساس هذه المحاضرة. طبعا اليوم جمعية النهال هي مدعومة من طرف الوكالة السياحية كاديتور، اللي هي طبعا منظم هذه المبادرة المميزة اللي يتم فيها طبعا التحسيس طبعا هي جات على هامش أكتوبر الوردي للتحسيس بسرطان الثدي، وطبعا على هامش هذا اليوم التحسيسي راه موجود يعني مجموعة من المداخلات العلمية اللي كلها يعني تتمحور حول موضوع. طبعا الفعالية تتميز بمجموعة من كما قلنا من المداخلات اللي راح يقدموها أساتذة اللي جاونا من العاصمة المتخصصين في الفندقة وفي السياحة، خبراء طبعا، وفيه ان ديبيستاج اللي هو الفحص المبكر. موجودين معنا أطباء اللي راح يقوموا بهذه العملية. طبعا هذه نشوفوا مبادرة مميزة اللي تجي تجي يعني من خواص يهتمون بكذا يعني قضية مجتمعية اللي هي الاهتمام الصحة العمومية للمواطن، يدخل ضمن الصحة العمومية للمواطن، وخاصة طبعا صحة المرأة اللي هي أكيد كما نعرف يعني المرأة هي عمود الفقري للمجتمع. إن شاء الله كل عام والمرأة الجزائرية بصحة وعافية، وإن شاء الله الشفاء العاجل إن شاء الله لكل النساء المصابات بسرطان الثدي. أنا راح عندي طوامة من اللي اكتشفت هذا المرض تاع سرطان الثدي، ودرت العملية وراني فلاشيمي، والحمد لله زعما كاينه بالقوة تاع الإرادة تاع ربي، راني الحمد لله راني واقفة، وراني أنا بروحي راني نوعي الناس باش يديروا هذا الكشف المبكر، والحمد لله يا ربي راني العمليه فاتت غايه، وراني فلاشيمي راني في تروازيام سيونس، وباقي لي تروازيام سيونس واحد اخرين، وراني راني زعما قدامكم. نطلب من النساء يديروا الكشف المبكر، ما يستزهوش على ارواحهم، يليق يديروا هذا الكشف المبكر وما يخافوش. هذا كما نقولوا ابتلاء تاع الله، الحمد لله، ماشي من يقولوا باللي سرطان الناس تخاف. مرحبا بكل ضيوف الأطباء، بروفيسور مرحبا بكم. الاجتماعية للمؤسسات.